البنات دلوقتي وهي رايحه الافراح بتقول لي ايه مثلا، تيجي تقول لي بس مش كلهم يعني، في حبه كده تيجي تقول لي ايه، انا عايزه اعمل ميك اب اطلع احلى من العروسه. فيعني الحاجه اللي بنقولها في الاتيكيت ان احنا لما نيجي نعمل ميك اب نحاول يكون الميك اب بتاعنا مش حاجه فول اللي هو ميك اب ان انا لازم بقى هغطي على العروسه النهارده واعمل اجمد حاجه واحسن حاجه. لا، بنحط حاجه تكون يعني متوسطه، ما تكونش اوفر قوي ولا تكون هاديه زياده عن اللزوم، تكون واضحه شويه، فيها جليتر شويه، فيها لمعه، او على حسب هي حابه ايه الاكتر. في ناس بتحب المط وات ايفر انت بتحبي ايه كذوق، لكن المهم ان انت ما تظهريش بمظهر تو ماتش عن العروسه. ما تروحيش تلبسي مثلا دريس لونه ابيض او اوف وايت، الا اذا بقى احيانا ظهرت كده مؤخرا كده يعني زي ترند جديد للعرايس ان هم يلبسوا البنات اللي معاهم بنفس لونها او اوف وايت. دي حاجه بيعملوا بقى فوتو سيشن وحاجات كده. دي حاجه هم بيتفقوا فيها مع بعض، لكن في المطلق لا، مش صح خالص. يعني كده انت اللي هتتأذي مش العروسه، يعني انت قبل العروسه هتتأذي. الناس هتفكر بقى ان انت يعني مصطلح كده اللي هو حربوقه. طب وليه تحطي نفسك لها الدنيا؟ ليه تحطي نفسك في ده؟ يعني مثلا لما الاتيكيت يقول لك لا ما ينفعش تعملي كده، ده عشانك انت، عشان البنت، عشان صورتك انت تبقى حلوه قدام الناس، عشان الناس تحبك. فبلاش تعملي كده، بلاش تلبسي حاجه شبه العروسه، بلاش تعملي ميك اب اكتر من اللي العروسه عاملاه عشان انت تبقي احلى والناس تحبك.